نسبه كبيره. تيجي تتكلم عن نادي الزمالك، نادي الزمالك تمام، مش هكلمك عن المدير الفني لان انا رايي في المدير الفني ثابت ان هو مش عارف يستغل العناصر اللي موجوده عنده. تمام، الزمالك يمتلك دلوقتي عدد من العناصر محترم جدا، ولكن يكفي ان انا اقول لك، وللاسف ومش عايز جماهير الزمالك تزعل مني او من كلامي، ان الزمالك بدون احمد السيد زيزو نادي بلا هويه. ومحدش يزعل مني، لما يبقى زيزو هو اللعيب الوحيد القادر على تغيير النتيجه في اي مباراه او ايا كان هو الخصم، فالنادي بيعتمد بشكل 100%، مش هقول لك 90 حتى، لا 100% على احمد السيد زيزو. لان اللي بيعمله زيزو مفيش لاعب في مصر يعرف يعمله. انا بكلمك بصراحه، زيزو المميزه ان الراجل ده في اي وقت في اي زمن في اي مباراه انت محتاجه هتلاقيه. نزل في مباراه فيوتشر والزمالك متاخر، تمام، وفيوتشر كمان انا برضو خلي بالك عايز اتكلم في نقطه في موضوع فيوتشر ده، ان فيوتشر احد الاسباب اللي بتخليها تخسر بطولات ان فيوتشر دايما بعد ما بيسجل هدف بيرجع، او ما تفهمش الفرقه بيحصل فيها ايه. يعني دايما حتى في مباراه الاهلي كان متقدم وبعد كده اتاخر. طب ما هي الفكره في كده ان فيوتشر نادي ما بيعرفش يحافظ على النتيجه قوي. تمام. تيجي لزيزو نكمل كلامنا عليه. اتفرج على العرضيه اللي عملها زيزو لحمزه المسلوسي، اقسم بالله اقسم بالله في لعيبه كبيره في السن وبيتسموا اساطير وما بيعرفوش يعملوا العرضيات دي. فالاسطوره الحقيقيه اللاعب اللي ينزل يقدر يصنع الفارق مع فريقه. معلش، الاسطوره ولا بالشتيمه ولا بقله الادب ولا بالزعيق ولا بشغل الروشنه اللي بتعمله مع الجمهور، اسطوره النادي هو اللي يقدر ينزل يصنع الفارق مع النادي بتاعه في اي وقت واي مباراه. هي دي الاسطوره الحقيقيه. زي ميسي زي كريستيانو، الناس دي بتصنع الفرق لغايه دلوقتي. فاهمني؟ عمرهم بقى ما طلعوا رفعوا جزم ولا شتموا ولا كل الكلام ده، رغم ان هم بيتشتموا كتير يعني. فده كان معظم كلامنا على الزمالك، ان الزمالك لسه بيعاني شويه، بيعاني من مشاكل دفاعيه، بيعاني من مشاكل، يعني انت لو جيت بصيت حتى في معظم هجمات فيوتشر هتلاقي ان لعيبه الزمالك او مدافعين الزمالك خصوصا مسلمين للامر الواقع. مفيش اي تنظيم دفاعي من الزمالك. النقطه الثانيه الاهم اللي عايز اكلمك فيها، ان انت لو جيت بصيت على منظر لعيبه الزمالك قبل نزول زيزو هتلاقي ان كل لعيب واقف في مكانه وما بيتحركش. فالفكره ان لا، لازم يبقى في تحرك اكتر من كده من غير كوره. لعيبه الزمالك لازم تتدرب على الفكره دي، ان انت لو في تحرك بدون كوره هيفرق معاك بشكل كبير قدام اي خصم. لكن لو على الورق، ما احنا خلاص احنا بنحضر دلوقتي يا عم، خلاص انت عديت فيوتشر وانت عديت سيمبا، الناس دلوقتي بتحضر لايه؟ لمباراه الاهلي والزمالك في الدوري، امل الزمالك الوحيد للعوده للمنافسه. لو الاهلي كسب انا هقول لك بنسبه 90% الزمالك خسر الدوري، خلاص شكرا. فانت عايز تكسب الاهلي ليه؟ دفعه معنويه كبيره للعيبه دي، دفعه معنويه كبيره للمدير الفني ده. لكن هل في مدير فني يمشي بعد الخساره؟ اي فريق هيخسر في مباراه الاهلي والزمالك في مدير فني يمشي؟ لا، بنسبه كبيره لا. يعني ممكن جوميز حتى لو النتائج فضلت بالشكل ده او الاداء فضل بالشكل ده، جوميز ممكن يكمل اخر الموسم، لان الاداره هتصبر على جوميز بشكل كبير جدا. تمام. نيجي بقى نتكلم في اخر نقطه في الحلقه بتاعت النهارده، هي مباراه الاهلي والزمالك والمباراه رايحه السعوديه والكلام ده. انا من وجهه نظري اكتر واحد متضرر هو الجمهور، لان الجمهور هو اللي يدفع فلوس ويسافر السعوديه ويروح يشجع الاهلي وفندق اقامه وما اعرفش ايه والكلام ده كله. يعني انت مش هتعرف تروح تحضر وترجع في نفس المباراه، يعني في نفس اليوم. لكن الكلام اللي طلع من رئيس لجنه المسابقات احمد دياب، رئيس رابطه الانديه ورئيس لجنه المسابقات والناس دي كلها في اتحاد الكوره، طلعوا قالوا ان المباراه عايزينها تتم في السعوديه لسبب معين، لسبب ان العائد او الدخل اللي هيرجع من المباراه دي هيتقسم على فرق الدوري كلها. ليه؟ لان احنا طالعين نسوق للدوري بتاعنا، بمعنى اصح الدوري السعودي دلوقتي قوي والناس كلها بتتفرج عليه، فاحنا رايحين نلعب في السعوديه عشان الناس كلها تشوفنا. ده الحال اللي وصل ليه اتحاد الكوره، يعني ده الحل اللي وصلوا له، عشان بس تبقى فاهم الماتش هيتلعب هناك ليه. لكن هي الفكره لا، يعني هو مش محفل او هو مثلا نهائي او الكلام ده، دي مباراه في الدوري عاديه من وجهه نظري، ولا هتقدم ولا هتاخر غير بالنسبه للزمالك، يعني بس ان المنافسه ترجع تاني بس. ولكن هو قرار مش هيصب في مصلحه اي حد غير اتحاد الكوره والانديه بسبب العوائد. لكن المتضرر هو الجمهور، والجمهور حقه يزعل لان الجمهور عايز المباراه تقام هنا. تمام. لكن المباراة هتبقى بطاقم تحكيم مصري كامل، ده برضو اللي طلعوا قالوا. تمام. ولكن هي المباراة هتقام في السعودية بنسبة 90%. تمام. وإن شاء الله كده نقابلكم في يوم الوقفة، عشان برضو الناس تبقى فاهمة، هنقابلكم يوم الوقفة
القرعه اللي هتتعمل اللي فيها ال 30 متسابق اللي كسبوا طول الشهر زي السنه اللي فاتت، عشان الناس الجديده اللي مش معانا في البيج ما كانوش معانا السنه اللي فاتت. يوم الوقفه باذن الله الساعه 10 او 11. تمام، استنوا الفيديو اللي هينزل او اللايف لسه ما قررناش. تمام، اللي هينزل هيبقى فيه السحب، 5 متسابقين هيكسبوا، واحنا هنتواصل مع المتسابقين. احنا قاعدين دلوقتي في حدائق المعادي، فاحنا هنتواصل مع المتسابقين، واقرب مكان لينا وليهم هيجوا يستلموا فيه التيشيرتات. تمام، التيشيرت انت بتختاره على ذوقك زي ما انت عايز، اهلي زمالك اسماعيلي اي حاجه، واحنا هنوفره لك باذن الله. تمام، دي كانت كل حاجه، ودي الحلقه التوضيحيه اللي احنا حبينا نطلع نعملها برضه عشان نفهم الناس كل حاجه، وعشان ما حدش برضه يبقى زعلان مننا. احنا بنحاول نرضي جميع الاطراف، لكن انا صدقني عشان برضه كل الناس تبقى فاهمه، انا ما اقدرش ان انا اكسب الناس كلها، وانا مش متعاند قصاد اي حد، عشان الناس تبقى فاهمه. تمام، وان شاء الله نقابلكم يوم الوقفه. كل سنه وانتم طيبين. شكرا.